يا استاذه هبه ادي للست دي حقها، ادي للست الغلبانه ده هي حقها. انت مش بتقولي الراجل اللي مات ده راجل كنت بحبه وواخد معزه جامده في قلبي، انت لو بتحبيه ادي لامه حقها من ورثه. كل سنه وانتم طيبين وبعود عليكم الايام بخير يا رب. انا في البدايه ما كنتش ناوي اطلع اتكلم عن الموضوع ده خالص لسببين، اول حاجه دي اسرار بيوت وما يصحش، تاني حاجه مش عايز اظلم حد لان ما فيش حد عارف الحقيقه فين. لولا الفيديو اللي انا نزلته امبارح على صفحتي وجالي كم من الانتقادات رهيبه بصراحه، تمام؟ ومش علشان كمان ريتش صفحتي يعلى اركب الموجه زي غيري واقول اي كلام. المهم البوست ده قابلني يعني ومن هبه ايمن زوجة ابراهيم شيكا الله يرحمه، ربنا يجعل مثواه الجنه يا رب. كاتبه كده بالنص: قبل يوم عرفه لا سمحكم الله ولا عفى عنكم ورزقكم الشعور نفسه بنفس الشده واكثر، والله لو كان بينكم وبين الجنه ذنبي لن اغفر لكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يقول كلمه عليا، يا رب مش مسامحه والله الغصه اللي في قلبي مش مسامحه اي حد اثر في علاج ابراهيم، مش مسامحه اي حد قال اني تاجرت بيه. حسبي الله ونعم الوكيل، رزقكم الله مراره الحياه، ربنا يصعب عليكم الدنيا زي ما صعبتوها عليا. والله العظيم مع ان يوم عرفه يوم الحب والرحمه والتسامح، بس والله العظيم صعبت عليا لما شفت ايديها وهي على سرير المستشفى، فقلت ادخل على صفحتها اطمن واتاكد البوست ده صح ولا لا واعلق لها تعليق. دي صفحتها ودي صوره الغلاف بتاعت الصفحه متصوره مع اصحابها، ودي صوره هي وابراهيم الله يرحمه. طبعا نزلت شويه عشان اتاكد ان البوست ده بتاع ولا لا، فعلا لقيت البوست هي منزلاه فعلا، حتى انا معلق لها تعليق: بطلي نغمه الضحيه دي عشان زهقنا منها، خلاص يا ستي عرفنا انك مظلومه وكله جاي عليكي. خدوا بالكم يا جماعه انا لحد دلوقتي متعاطف معاها، بس في واحد علق لي وقال لي خلي بالك ده مش اسمها، وده اللي خلاني افر في التعليقات لحد ما لقيت التعليق ده. يا جماعه كبروا الصوره، اسم المريضه اسراء مواليد 1979، فكبرت الصوره طبعا ما لقيتش هبه، لقيت اسراء ايمن 1979، فقلت اتاكد اكتر عشان ما اظلمهاش. لقيت واحد كاتب اسراء ايمن ده مش اسمها، مواليد 79. في حد كاتب بيقول بس اللي مكتوب اسراء مش ايمن، مش هبه يعني. وفي تعليق جميل قوي هقراها لكم: مين اسراء ايمن دي والتاريخ قديم، اسمعي يا بنتي مني الكلام ده ويا ريت تفكري كويس، الحزن حزنك، عمر ما الناس هتقدر ده، خليكي مع اولادك وانتبهي ليهم كويس، واللي هيساعدك النهارده مش هيساعدك بكره، وعلمك. المهم يعني التعليق ده بصراحه عاجبني، بس برضه بيأكد ان فعلا الصوره ديت مش بتاعتك يا هبه، الصوره دي بتاعت حد تاني. طبعا انا قلت يمكن احنا ظالمينها، ممكن يكون فعلا ممكن يكون اسمها اسراء وهي كاتبه اسم تاني على السوشيال ميديا، الله اعلم. لحد برضو ما لقيت التعليق ده جميل قوي بيقول: عمري ما شفت حد بيعمل اللي هي بتعمله ده. وفي حد كمان كاتب فعلا مش عارفه ليه الكذب ده ربنا يهدي، والتاني بيقول الكذب عشان تلم ملايين من الممثلين والخلايجه اللي معاهم فلوس ملهاش اخر. يعني كل الناس بيقولوا وبيأكدوا المعلومه ان الصوره دي مش بتاعتك يا هبه. المهم في تعليق جميل قوي بيقول: انا وغيري ارامل كتير انتقلنا في مستشفيات بازواجنا وكنا تحت رجليهم لغايه ما فارقوا الحياه، ولا تجبنا بمرضهم ولا صورناهم، والعد 4 شهور و10 ايام، 10 ايام تقري في بيتك وما تقربيش، ما تستخدميش عطور ولا تخرجي الا للضروره، وما تكلميش رجاله الا للضروره القهريه، مش تطلعي لايفات كل يوم وتدخلي رجاله معاكي عشان تلمي فلوس. المهم في اخر التعليق ده مكتوب على ايديها: اسراء عبده دي كدابه. يعني حتى المعلومه بالظبط وصح واكيد اهي، يعني احنا مش ظالمينها. وواحد تاني معلق لها بيقول لها: انت اسمك اسراء ولا هبه؟ فهمينا. تمام. الغريب بقى في اللي جاي، لما دخلت على صفحتها تاني يوم لقيت حاجه غريبه قوي. انا كان بيجي لي اشعارات بسبب التعليق اللي انا علقته. لما دخلت على صفحتها تاني يوم لقيت المنشور بس ما لقيتش الصوره. هي مسحت الصوره، ما مسحتش البوست كله، لان البوست محقق تفاعل عالي، ومعلي الريتش بتاعها. حتى عشان اتاكد ان هو نفس البوست دخلت على التعليقات عشان اشوف التعليق بتاعي. تمام، لقيت التعليق بتاعي، يبقى هو نفس البوست. فريت بقى التعليقات التانية، لقيت ايه؟ لقيت التعليقات زي ما هي والصوره زي ما هي. يا استاذه هبه انت مسحت الصوره، بس انت لو عندك ذكاء كنت دخلت على التعليقات ومسحت التعليقات اللي تدينك، بس انت ما عملتيش كده.
انت اكتفيتي بمسح الصوره وسبت البوست، عشان البوست طبعا محقق تفاعل عالي وسبتيه زي ما هو. يا استاذه هبه انت كده بتشتغلي للناس وبتستجدي عطف الناس، ماشي؟ و يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. يعني الراجل لسه في تربته، لسه وانت في شهور عده. كمان في حاجه مهمه قوي، لان في حد هيقول لي ممكن تكون هبه مش ما نزلتش الصوره اساسا. لا، ده موقع صوت الناس منزل الصوره بتاعتها ومنزل المنشور بتاعها بيقول ارمله اللاعب ابراهيم شيكا تتعرض لوعكه صحيه، والمنشور بتاعها الاساس اهو. يا جماعه استاذه هبه كده بتشتغلنا، والصوره ديت مش بتاعتها، دي صوره لشخص تاني خالص. وهي لما اكتشفت الموضوع ده واكتشفت ولقت ان الناس لاحظت الموضوع ده مسحت الصوره. يا استاذه هبه ادي للست دي حقها، ادي للست الغلبانه ده هي حقها. انت مش بتقولي الراجل اللي مات ده راجل كنت بحبه وواخد معزه جامده في قلبي؟ انت لو بتحبيه ادي لامه حقها من ورثه.